اليوم رح نعمل معاكم بيتزا صغيرة. هلأ بنعجنها وبنريح العجينة وبعدين بنسوي. يلا خلينا نبدأ. نحط كيلو طحين، بعدين بحط معلقتين سكر ومعلقة كبيرة خميرة ومعلقتين حليب بودرة، وبدي احط زعتر ناشف او اورجانو حطه عشان بعطيها نكهة. بدي احط رشة ملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة، وبنخلط كل المكونات مع بعض. نفتح هيك حفرة صغيرة بنحط فيها بيضتين بنحط زيت نباتي وبنحط معلقتين لبن زبادي، نخلطهم شوي هيك. وبدي اعجنها بحليب. هلا بروح على العجانة وبرجع لكم. هلا عجننا العجينة وبدنا نريحها تقريبا مدة ساعتين او ساعة. شو اسمه، اخذت منا كاستين حليب سائل، عجنتها بالحليب السائل. يلا خلينا نريحها وبعديها بنكمل معكم. هيا ريحنا العجينة ساعتين، وهلا بدنا نكورها صغير صغير ونعملها كور. نعملها كور وبنرجع لكم. هلا بنبدا هيك، بس خليناهم يرتاحوا. اما العجينه طريه جدا جدا، قطنيه بتجنن. هلا بنجيب الصوص. هذا الصوص انا سويته، اذا بدكم طريقته اكتبوا لي. حطيت معاها ريحان، حطيت معاها اوريجانو، حطيت معاها البندورة طازة، حطيت معاها معجون، حطيت معاها شوية كاتشب. عملت فيها اشياء بتجنن، ريحتها بتجنن. هلا بنوزع عليهم جبنة. بعدين بحط عليهم فطر طازة عشان أطيب. بحط عليهم فلفلة على هو الرغبة، في ناس بيحبوا في ناس ما بيحبوا. بعدين بحط عليهم زيتون، احنا بنحب عليهم شوية ذرة هيك شوي.
في ناس ما بتحب ما بتحط، في ناس بتحبهم بتحط. اخر شي برجع بحط جبنة عليهم كلهم. هيك خلصنا، بنحطهم بالفرن. بس هلا بدي اكمل الباقي، وبعدين لما اطلعهم من الفرن بوريكم اياهم. هي طلعت من الفرن طرية كتير كتير كتير، بس سخنة كتير، بس هشة